يا ميت أهلا وميت سهلا بحبايب قلب عمو جوهر في عالم عمو جوهر بتاع الأبراج، ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات أسبوع جديد يا رب يكون سعيد ومن عمو جوهر تستفيد. أمال إيه؟ أمال أنا لازمتي إيه؟ هتستفيد يعني هتستفيد، ونقول يا رب. ونقول بقى توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني، سويت نوفمبر يا حلوين، من يوم 7 ليوم 14. هنقول بقى ان الاسبوع التاني مختلف الى حد ما عن الاسبوع الاول في الشهر. طبعا في الاسبوع الاولاني في بعض الابراج اتضغطت حبتين واتقرصت شويتين، بس في حته كده كان فيها فرصه او احتماليه لحاجه ايجابيه، الشاطر اللي استغلها، الوحش النوتي اللي ازعل منه، اللي فضل نايم على ظهره ومستني الفرص تجيله، ده هيزعل ويجيب ناس تزعل معاه. الفتره ديت دقت ساعه العمل، دقت ساعه الاراده، نجري وندور ونسعى وربنا هيكرمنا. الكل مضغوط طبعا ما فيهاش كلام بسبب ظروف الدنيا بقى، سيبوكم من الابراج، الدنيا ضغط على الكل، كل واحد، خصوصا الامور الماليه، فده بيأثر على الامور العائليه، الامور العاطفيه، الامور المنزليه، الامور المهنيه، كل واحد عنده مشكله. هنا خلينا نقول بقى الفرص الايجابيه والفرص السلبيه اللي ممكن تبقى محيطه بيكم خلال الاسبوع ده، فلازم كل برج فيكم يشوف الفيديو بتاعه للاخر. هقول لكم في الاول كل جزئيه، وبعدين هقول كل يوم من الايام بالتفصيل. يا جميل انت يا جميل. طبعا اللي عايز توقعات مكتوبه هيلاقيها على جروب عمو جوهر بتاع ابراج، وهيلاقيها على الانستجرام. ما تنسوش بقى اللايك والكومنتات والحركات، ظبطوني معاكم يا حلوين. عايز اقول لكم بقى اللي عايز يخش على برجه على طول بدل ما يدور ويروح ويجي، دوسوا على اي حته في الشاشه هتلاقوا كلمه المقدمه. لو انتوا على اليوتيوب دوسوا عليها هيفتح لكم لسته، خشوا اختاروا برجكم منها. على الفيسبوك اطلعوا في البوست نفسه هتلاقوا كلمه اقرا المزيد او ريد مور، دوسوا عليها يفتح لكم لسته فيها كل برج بيبدا امتى بالظبط، مرحلتكم تهمني برضو. نبدا بقى بسم الله في توقعات برجك الجميل وبالتفصيل، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الحمل، وخلي عندك امل، ويا حملويه يا حلوين يلي من قلبي قريبين وانتوا عارفين، اقول لكم توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني، من يوم 7 ليوم 14. خلينا نقول ان بامر الله الاسبوع ده يبقى فيه بدايه تحركات، بدايه خطوات. الاسبوع اصلا من بدايته القمر عندكم، وبامر الله يبقى اسبوع قمر عليكم. خلينا بس نقول يا حلوين، مهم تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر، لان في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاتها ونصايحها وتحذيراتها، وكده تبقى معاكم الصوره كامله ومية مية، وابقى انا عملت اللي عليا. ما تنسونيش في الكومنتات والشير واللايك والحركات. نبدا ونقول على طول ان طبعا اول جزئيه مهمه جدا لازم تستفيد منه انت وهو وهي، وجود عطارد في برج العقرب، وجود الزهره في برج العقرب، وجود الشمس في برج العقرب. هنا لازم نبقى مركزين بزياده يا حلوين، لان الشمس في العقرب، العقرب برج مائي وانتوا ناري، والميه والنار قلق وحوار، فالشمس ممكن تضغط شويه في الامور الماليه المشتركه. احذروا الخلافات بسبب الفلوس، خلوكوا حريصين على اموالكم، دوروا على الشراكات، ركزوا في الامور القانونيه والحكوميه والقضائيه. بس الدنيا بايخه ابدا. ما تنسوش ان عندنا الزهره في برج العقرب هو كمان، فبرغم الضغوط الماليه بس في فرص لدعم او مكسب مالي من طرف تاني، من اب، من ام، من اخ، من اخت، من زوج، من زوجه، من ابناء، من بنك، من قرض، من جمعيه، من اي حته. والسلام الفرص موجوده، ويا سلام يا سلام. وجود عطارد كمان في العقرب بيدي القدره على التنظيم المالي، النقاش المالي، التفاوض المالي، تطالبوا بحقوقكم، تسددوا الفلوس اللي عليكم، تقدروا تناقشوا، تقدروا تقاوموا، تقدروا تروحوا، تقدروا تيجوا لو في امر ضروري، ضرايب، تامينات، ميراث، نفقه، شهر عقاري، بنك، قرض، اي حاجه حكوميه او قانونيه. الفرص موجوده برغم ان هي مضغوطه، اللي عنده قواضي او حاجه لا قدر الله في ضغوط عليكم، بس الفرص موجوده ان انتوا تطلعوا بنتائج ايجابيه، ونقول يا رب. يبقى حتى الماليه ممتازه اللي بينكم انتوا اطراف تانية، مش الفلوس اللي في جيبكم. برضو دوروا على الشراكات الماليه والعلاقات. طبعا الطاقه الجنسيه عاليه ومية مية، الشمس عامله عمايلها والزهره، والعطارد مدي حته التفاهم العاطفي. فخلينا نقول يا عقارب يا متجوزين انجوي، اتبسطوا حبتين.
خلينا نقول برضو ان عندنا المريخ في برج الجوزاء متراجع، هنا ناخد بالنا شويتين، ممكن يبقى في تسرع في بعض القرارات وهنا يدخلكم في حوارات، فاهدوا على نفسكم، ما تتسرعوش حتى وانتوا بتسوقوا عربياتكم، خلي بالكم من الصيانات والاصلاحات، وما تدخلوش مفاوضات او مناقشات او منافسه او مواجهه الا وانتوا مستعدين جدا، غير كده هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم. زحل بقى في حركه اماميه في برج الدلو، يعني العلاقات الاجتماعيه بالزملاء بالاصدقاء بالقرايب بالجيران بالحبايب، الفرص موجوده والفرص ممكنه ان انتوا تحسنوا علاقاتكم، تلاقوا ناس تدعمكم، ناس تقف جنبكم، تبداوا تفلتروا مين تثقوا فيه ومين معاكم ومين عليكم، فتبداوا تستفيدوا فعلا من العلاقات الحقيقيه وتطردوا العلاقات السامه النوتي الوحشه. طبعا المشتري لسه متراجع في الحوت، فرجاء ما نعتمدش على الحظوظ، ناخد بالنا من الكسل من الاهمال سواء في العمل او المال او الصحه، في نفس الوقت نحذر الحساد عينيهم بصاصه يا رب يتدب فيها رصاصه، احذروا المؤامرات وداري على شمعتك تقيد شويه يا حمل، بلاش الثقه الزايده دي. بلوتو في برج الجدي في حركة أمامية، لو انتم مستعدين لامتحان أو اختبار أو مقابلة أو لقاء حساس الفرص موجودة. أورانوس متراجع في الثور، لا سوري مش متراجع، أورانوس في الثور بشكل عام لسه عامل لكم التقلبات المالية، فلوس تيجي وفلوس تروح، شوية تختلفوا وشوية تتفقوا، شوية تكسبوا فلوس وشوية تصرفوا فلوس، مشاكل تظهر وبعدين تتحل، وهكذا لسه الأمور دي رايحة جاية. طبعا الأمور العاطفية والأمور العائلية إلى حد ما هادية ومستقرة بس مضغوطة شوية، فمحتاجة تركيز بزيادة عشان ما تحملش مشاكل انت وهو وهي. كده تقريبا قلنا كل جزئية في حياتكم. نيجي بقى لإيه؟ نيجي لكل يوم من أيام الأسبوع بالتفصيل يا حمل يا جميل انت يا جميل، ونبدأ بالاثنين والثلاث والأربع لغاية الساعة 4 العصر بتوقيت مصر، 7 و8 و9 نوفمبر 20 التاني. القمر في برج الثور في اليومين ونص دول في بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري، فرص لمكسب مالي لدعم مالي لحل مشكلة مالية، خصوصا يوم التلات. ما انا بحبش التلات بشكل عام، بس اليوم ده مناسب للامور المالية للقرارات المالية. القمر هيبقى بدر في برج الثور، ونقول ربنا يكرمكم، بس خلوا بالكم من فلوسكم، احذروا السرقة والنصب والغش والاستغلال. هنيجي الاربع بعد الساعة 4 ومعانا الخميس والجمعة، يعني يوم 9 و10 و11 نوفمبر القمر في الجوزاء. الجوزاء بيتكم التالت، هنا اليومين مناسبين للنقاش للتفاوض للقاءات لاجتماعات لتحركات، مكالمات كتير ورصيد بيطير، مشاوير وتحركات بعيدة، عملية بقى ترفيهية عائلية الله أعلم. بس يومين 3 فيهم أحداث لازم تبقوا مركزين فيها بس قادرين عليها، السبت والحد والاثنين لغاية الساعة 3 العصر، يعني 12 و13 و14 سبتمبر للساعة 3 القمر في السرطان في بيتكم الرابع، بيت العيلة والمنزل، فرص لعائلية، حمل إنجاب زواج عزال انتقال، بس احذروا الخلافات العائلية لأي سبب أيا كان. عايزين نهدي الدنيا شوية، ما نفرضش رأينا، نبقى هاديين في نقاشاتنا ونتحمل مسؤولياتنا، فاهدوا على نفسكم شوية. يوم الاثنين بقى بعد الساعة 3 يوم 14 نوفمبر القمر هيبقى في برج الأسد في بيتكم الخامس، ضرب نار للصباح الباكر، قلوب كتير وحاجات بتطير، يبقى يوم عاطفي بامتياز بأمر الله وتطلعوا منه مبسوطين وتنهوا الأسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الثور وجمال وحلاوة برج الثور، أهلا بيكم، أحلى مسا عليكم، ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني من يوم 7 ليوم 14. الأسبوع ده المفروض يا حلوين تبقى عندكم الإرادة والقدرة والإمكانية إن انتوا تتحركوا لقدام، إن انتوا تاخدوا خطوات. عندنا في الأسبوع ده بأمر الله في حوارات، في تقلبات ما بين إيجابية وما بين سلبية إلى حد ما، بس الفرصة موجودة بأمر الله وتبقى 100. المهم طبعا تشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر، لأن في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعات ونصايح وتحذيراته، فتبقى الصورة معاكم كاملة و100 وأبقى أنا عملت اللي عليا. نبدأ طبعا بأهم جزئية لازم تستفيدوا منهم أنت وهو وهي، وجود الشمس والزهرة وعطارد التلاتة في برج العقرب. هو برج مائي وانتوا برج ترابي،
ومية وتراب، يعني تحالف وانسجام وتمام التمام. بس طبعا الشمس بتبقى مواجهة ليكم عكسة ليكم، فممكن تبقى ضغط عليكم حبتين. خدوا بالكم، ده بيتكم السابع، بيت التحالف، التعاون، الشراكة والأزواج. هنا الحتة ديت بقى رايحة جاية، حبة فوق وحبة تحت زي ما قال عدوية. الشمس طبعا بتضغط على العلاقة الزوجية الضعيفة، ممكن تحصل مواجهات، تحصل خلافات، يحصل عند، يحصل جدال، والدنيا ما تبقاش تمام. بس في نفس الوقت الزهرة يدخل في الموضوع، ونلاقي ان في فرصة لتقريب وجهات النظر، في فرص للزواج، في فرص لتحسين العلاقة الزوجية اللي اصلا قوية. انا بقلق بس على العلاقات الضعيفة، هي اللي ممكن تضغط بزيادة. نفس الكلام مع شريك العمل والمال، في فرص للشركاء اللي علاقتهم متينة وتمام ان هم يحسنوا اوضاعهم، يقووا شراكتهم. انما اللي علاقتهم برضو فيها مشاكل ياخدوا بالهم، يحذروا المواجهات والعند والجدالات. بس برضو خلينا نقول ان في فرص لتحالف مع اطراف تانية، تعاون مع طرف تاني في اي امر عملي مالي عاطفي ايا كان. من الاخر اي حاجة فيها طرفين لازم تطلعوا منها مستفيدين يا حلوين، والازواج الحلوين فاهمين. برضو عندنا فرصة للرجوع منفصلين او متطلقين لو هيدين على نفسنا حبتين. خلينا نقول بقى ان عندنا زحل بقى في حركة امامية في برج الدلو، يعني هنا الضغوط اللي تخص سمعتكم، اللي تخص مكانتكم في عملكم، في دراستكم، في وضعكم ونظرة الاخرين ليكم. الضغوط دي بامر الله تخف حبتين، وتبقى عندكم الفرصة اكبر واكتر ان انتوا تثبتوا قدراتكم وامكانياتكم، تعوضوا اللي فاتكم، تاخدوا خطوة لقدام. العكوسات مش الحظوظ مش احسن حاجة، بس على الاقل النحوس بقت اقل بكتير بامر الله. كده كده الله اعلم كل اللي بنقوله. خلينا نقول برضو بقى في حتة العلاقات الاجتماعية، بالأصدقاء، بالزملاء، بالقرايب، بالناس اللي حوالينا. المشتري لسه متراجع في الحوت، فبلاش نعتمد على الحظوظ. في فرصة للتعاون، للتحالف زي ما قلنا، بس نحذر خلافات مع أطراف تانية. هنا نحاول نقدم المساعدة للي يطلبها مننا، ولو احتاجنا مساعدة نطلبها، ما لقيناهاش نتصرف ونعتمد على نفسنا. عندنا برضو بقى حتة كده العاطفية والعائلية، أنا شايف إن فيها فرص إيجابية، بس بصعوبة شويتين. محتاجين تتعبوا، تبذلوا مجهود أكبر، تعبروا عن مشاعركم، تحلوا خلافاتكم، تقربوا وجهات النظر. إنما هتسيبوا الدنيا كده تمشي زي ما تمشي، ولا المرتبط هيعمل حاجة، ولا الأعزب هياخد خطوة، ولا أي حاجة. ما تستنوش الفرص تخبط على بابكم، دوروا عليها وحياتكم، والدنيا العاطفية تبقى حلوة ومية مية. عايزين قلوب كتير وحاجات بتطير. احذروا بس بعض الخلافات العائلية أو الطوارئ المنزلية. طبعا المريخ في برج الجوزاء متراجع، وده بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري. الله يكرمكم، اهدوا على نفسكم، بلاش تبذير في الفترة دي. الضغوط المالية مش قليلة، نحافظ على فلوسنا شوية، نبقى حريصين على أموالنا، بلاش تبذير ونحوش كتير. طبعا عندنا اورانوس عندكم لسه متقلب، فهنا انتوا حابه برضو النفسيه تمام، وحابه النفسيه بتنام. فهنا برضو محتاجين تسيطروا على نفسكم، تشحنوا نفسكم بطاقه ايجابيه. في فرص للتميز، في فرص لتحسين اوضاع كتير صدقوني، بس للي هيتعب ويدور عليها. معلش تعالوا على نفسكم. خلينا نقول بقى ان عندنا الاسبوع او كده قلنا كل جزئيه في حياتكم، نيجي بقى لكل يوم من الايام بالتفصيل يا ثوري يا جميل. ونبدا بالاثنين والثلاث والاربع للساعه 4، يعني يوم 7 و8 و9 نوفمبر تشرين الثاني، والقمر بادئ عندكم يا حلاوتكم يا جمالكم. من قدك من قدك. هنا يومين ونص حلوين، قدرات، امكانيات، خطوات، بدايات. ممكن السبت والحد تكونوا تعبتوا، سواء بقى جسديا او صحيا او ماليا او نفسيا. ممكن يكون كان في ضغوطات سبت وحد. عايزين بقى يوم الاثنين والثلاث والاربع بامر الله نستعيد الطاقه، النشاط، القدرات، الامكانيات، الخطوات، البدايات، القرارات، حل الحوارات. والنبي يومين حلوين استفيدوا منهم. الاربع بعد الساعه 4، ومعانا الخميس والجمعه، يعني 9 و10 و11 نوفمبر. القمر في الجوزاء في بيتكم التاني، يومين ماليين بامتياز، يا مكسب يا خساره، يا فلوس تيجي يا فلوس تتصرف. المهم نركز ونحذر السرقه والغش والنصب والاستغلال، وبامر الله تبقوا عالي العال، ونفكر كويس قبل اي قرار يخص المال. هنقول السبت والحد والاثنين لغايه الساعه 3، يعني 12 و13 و14 نوفمبر للساعه 3. القمر في السرطان بيتكم الثالث، قدرات، امكانيات، قادرين ان انتوا تتواصلوا، وارد تبقوا مشحونين او مضغوطين، تليفونات كتير ومشاوير ومكالمات وتحركات وحوارات وضغوطات، بس قادرين على التنظيم
قادرين تطلعوا بايجابيات، قادرين تفاوضوا، قادرين تناقشوا، قادرين تقنعوا اللي قدامكم باللي انتوا عايزينه. ونيجي بقى اليوم الاثنين من بعد الساعه 3، القمر هيبقى في برج الاسد في بيتكم الرابع، العيله والمنزل. فتنهوا الاسبوع بشكل عائلي بيتوتي ممكن، ولا قدر الله ممكن يبقى في طارئ عائلي، بس هتتحملوا مسؤولياتكم وتبقوا 100 والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الجوزاء وجمال وحلاوة الجوزائيين الطيبين الحلوين اللي من قلبي قريبين وانتوا عارفين، اقول لكم بقى توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر تشرين الثاني من يوم 7 ل 14. بأمر الله الاسبوع يكون ظريف ولطيف وخفيف عليكم. اسبوع ممكن يكون مضغوط حبتين، في التزامات ومسؤوليات شويتين، بس قادرين عليها وتطلعوا مستفيدين يا حلوين. المهم بس شوفوا الفيديو بتاعكم للاخر، عشان في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته كمان، ان شاء الله ما حد حوش. خلينا نبدا على طول ونقول اكتر جزئيه مأثره معاكم ولازم تستفيدوا منها ان زحل بقى في حركه اماميه في برج الدلو. لازلت مصمم، القدره عندكم ان انتوا تصلحوا نفسكم، تفهموا نفسكم، تاخدوا خطوات جديده، تبادروا، تتحركوا. مش هتلاقوا نفس المعاكسات، نفس المضايقات، نفس الحوارات اللي كانت بتحصل في اللي فات. لا، الدنيا تلاقوها اسهل، افضل. في ضغوط وفي مشكلات، ده طبيعي، بس مش بنفس الحده، مش بنفس المواجهه. الفرصه موجوده، سيطروا واستفيدوا منها. سيطر وحير يا جوزاء. خلينا نقول ان النحوس ممكن تقل للي عنده حاجه فيها سفر، ليها علاقه بحد اجنبي او حد من بره بلدكم او من بلدكم وعايش بره. وارد يبقى في اتصال مفاجئ، رد مفاجئ، خطوات، مبادرات. المهم ان انتوا تعرفوا انتوا عايزين ايه بالظبط، حطوا ايديكم على اللي انتوا عايزينه واعملوا اللي عليكم، واكيد ربنا يكرمكم. وانتوا وشطارتكم. اللي هيفضل مستني الفرص تجيله لغايه عنده هيزعل ويجيب ناس تزعل. اللي هيتحرك وهيسعى اسمعوا مني ربنا يكرمه بزياده. يبقى في فرص زي ما قلنا. خلوا بالكم بس ان ممكن بعضكم يتعرض لحالة اللي هو انا محتار، مش عارف اختار، امشي يمين ولا شمال، الدنيا ازاي تبقى عن العال. تلاقوا نفسكم محتارين بشدة الفترة دي، بس عندكم القدرة تاخدوا القرار. هدوء وتصالح مع النفس، ونحدد اهدافنا وبامر الله نوصل لها. طبعا ما ننساش ان المريخ موجود عندكم في حالة تراجع، فده اللي عامل لكم تسرع في بعض القرارات، لخبطة نفسيا احيانا، عصبية بزيادة بمبرر او بدون مبرر. قولونكم خلاص اشتكى. حاولوا على قد ما تقدروا ما تتسرعوش في قرار، ما تتسرعوش في اي حوار. اهدوا على نفسكم. تقلباتكم المزاجية سيطروا عليها عشان ما تعملكوش مشاكل مع اللي حواليكم. اسمعوا مني. نقول بقى ان الشمس في العقرب والزهرة في العقرب وعطارد في العقرب، كل الليلة الكبيرة دي في بيتكم السادس، العمل والصحة. الجزئية دي مهمة جدا نركز فيها وعنينا في وسط راسنا. الشمس هتضغط في الامور العملية، الامور الدراسية، المسؤوليات اللي علينا. تلاقوها زايدة، تلاقوها صعبة، تلاقوها شديدة، بس عندكم القدرة ان انتوا تنتصروا، ان انتوا تطلعوا لقدام، تحلوا مشاكلكم، تنظموا اوقاتكم. لان الزهرة كمان في العقرب وعطارد في العقرب. الزهر يديكوا الفرصة العملية، الفرصة للنجاح، للتفوق، للعمل، للفلوس، للمكسب، للتقدير، لإثبات خبراتكم، قدراتكم. تقدروا تنظموا أوقاتكم وترتبوا أولوياتكم. ما هو عطارد هيساعدكم بأمر الله، ده كوكبكم الحاكم حبيبكم. فهنا الحتة العملية والحتة الصحية برغم الضغوط اللي فيها، بس عندكم القدرة ان انتوا تعدوها، تتجاوزوها. بس تلاقينا اي تعب، اي قلق، اي كحة غريبة، اي وجع غريب، الله يكرمكم بلاش اهمال وروحوا اطمنوا. لو ما رحتوش وعملتوا اللي عليكم هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم. طب وليه؟ انا ما احبش الجوزاء يزعل ابدا، ده انتوا حبايب قلبي من زمان. المشتري في برج الحوت متراجع، يبقى ما نعتمدش على الحظوظ في اي حاجة تخص سمعتنا او مكانتنا او وضعنا او نظرة الاخرين لينا. دايما نسبة حسن الظن فينا، ما نعتمدش ان الدنيا تمشي لوحدها ابدا. ابسولوتلي نو. اتحركوا وروحوا واعملوا، ابعدوا عن الشبهات، امشوا على النظام والتعليمات. هنا تقدروا تعوضوا اللي فات. اللي بيدور على عمل، بيغير عمل، عنده امتحان، عنده اختبار، عنده حاجة، لازم الاستعداد.
طبعا الأمور المالية فيها فرص للتغيير أو للدعم المالي أو المكسب المالي، بس خلي بالكم الخلاف بسبب الفلوس، ما الفلوس غيرت النفوس، بس وارد يجيلكوا دعم يغير أوضاعكم. أورانوس في برج الثور، أصدقاء بيظهروا أصدقاء بيختفوا، أعداء بيظهروا أعداء بيختفوا، قلق صحي يظهر بعدين يختفي، مشكلة في العمل أو المسؤوليات وبعدين تختفي، هتفضل التقلبات دي موجودة. كده تقريبا قلنا الحتة العاطفية والحتة العائلية انتوا ضغوطكوا بعدكوا شوية عن الحتتين دول، فركزوا فيهم اسمعوا مني. كده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا جميل انت يا جميل. والبداية بالاثنين والثلاث والاربع لغاية الساعة 4. القمر في برج الثور 7 و8 و9 نوفمبر، ده بيتكم ال 12. يومين ونص بايخين، ما تعتمدوش على الحظوظ، بلاش قرارات، بلاش بدايات، بلاش خطوات. عدوا اليومين زقوهم بأي طريقة، يومين ونص ما لهمش 60 لازمة. بس الأربع من بعد الساعة 4 والخميس والجمعة عكس الاثنين والتلات تماما. يوم 9 و10 و11 نوفمبر القمر في برج الجوزاء، في بيتكم في مملكتكم، يا حلاوتكم يا جمالكم. خدوا قرارات، ابدأوا بدايات، حلوا حوارات، عوضوا اللي فات. من أجمل الأيام ما فيهاش كلام. ويا سلام يا سلام، ضرب نار للصباح الباكر. هنيجي للسبت والحد والاثنين لغاية الساعة 3، يعني 12 و13 و14. القمر في برج السرطان، بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري. نركز في فلوسنا في ممتلكاتنا، نقدر ان احنا نحل امورنا المالية، بس وارد يبقى في ضغوط او التزامات تضغط علينا شوية. بس يومين ونص ليهم علاقة بالفلوس، ركزوا واحذروا السرقة والغش والنصب والاستغلال، وبلاش تبذير وحوشوا كتير. الاتنين بعد الساعة 3 القمر في الاسد، يعني قدرات وامكانيات حلوة تنهوا بيها الاسبوع بشكل سعيد، ومن عمو جوهر تستفيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج السرطان، حبايب قلب عم جوهر من زمان، واقول لكم بقى توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني في شهر نوفمبر تشرين التاني من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى اسبوع ظريف ولطيف وجميل وخفيف عليكم. المهم تعملوا اللي عليكم، واول حاجة تعملوها بقى اللايك والشير والحركات ظبطوني. تاني حاجة تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئية في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هنقول كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته وسلطاته وبابا غنوجاته كمان. ونبدأ بأول جزئية وأهم حتة، إن الشمس والزهرة وعطارد التلاتة موجودين في برج العقرب، ضرب نار للصباح الباكر. العقرب برج مائي زيه زيكم، وعلاقتكم حلوة وجميلة، وهنا ده بيتكم الخامس. يعني يجيلي بقى السرطانيين بتوع العاطفة والحب والغرام والعيون السهرانة اللي ما بتنام. السرطانيين بتوع العمل والمال والدراسة يستنوا حبتين، انما بتوع العاطفة يا عيني يا عيني، فرص للأعزب، للمرتبط، للمتزوج، للمنفصلين حتى يرجعوا، للمتخاصمين والمقموصين يتصالحوا والدنيا تبقى زي السكينة في الحلاوة. فرص للتعبير عن المشاعر، فرص لحل الخلافات العاطفية. الشمس بتدي الطاقة، بتدي القدرة، بتدي الإمكانية، كله بأمر ربنا طبعا. بس خلينا نقول برضو إن أحيانا بتعمل انفعال عاطفي، عواطف تبقى جياشة، كلمة تودينا وكلمة تجيبنا، كلمة تراضينا وكلمة تزعلنا. وهنا دي المشاكل اللي ممكن تحصل لنا، عشان ما تجوش تقولوا بس يا عم جوهر قعدت تقول عاطفة وبتاع واحنا متخانقين وضاربين خناقة قد كده. ما انتوا برضو ما لازم ما تبقوش حساسين بزيادة، لازم ما تبالغوش في ردود افعالكم، ما تتسرعوش في قراراتكم، سواء بانفصال او بارتباط او بالتعبير في المشاعر او باي حاجة. نهدى حبتين، التسرع هو اللي بيلبسكم في الحيط. بس برضو الزهرة وجوده في العقرب بيدي الفرص العاطفية، الاهتمام العاطفي، ان انتوا حتى تثقوا في نفسكم، في لبسكم، في شكلكم، في علاقاتكم، يبقى عندكم ثقة عاطفية كده وواثقين من نفسكم، وده هيبان عليكم ويدي كاريزما حلوة. وبالذات للأعزب الجميل المرتبط يلم نفسه. عطارد وجوده برضه في العقرب بيدي بقى التنظيم العاطفي، التفاهم العاطفي، تقريب وجهات النظر. على فكرة المشاعر والأحاسيس والكلام الجميل ده مش بس الحب الحتة الشمال، ابسولوتلي نو، لا 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 لا. مع الأب، مع الأم، مع الإخوة، مع الأبناء، مع الأصدقاء القريبين، كله شغال. أي حد بينكم وبينه مشاعر استفيدوا من الفترة. الأسبوع ده فترة المشاعر والحب والحاجات الحلوة.
خلينا نقول بقى ان عندنا، انكد عليكم شويه بقى واقول لكم خدوا بالكم يا حلوين، المريخ متراجع في برج الجوزاء في بيتكم ال 12 فوق راسكم على طول. خدوا بالكم هنا من اعدائكم، خدوا بالكم من الحساد عينيهم بصاصه يا رب يتدب فيها رصاصه. هنا خدوا بالكم من الاهمال من الكسل في الامور العمليه والامور الصحيه. لا هنا واقفه ونقطه من اول السطر، الامور الصحيه الامور العمليه المسؤوليات رجاء ما فيهاش اهمال، ما فيهاش تسرع في القرارات. يفضل ما ناخدش قرار مهم سواء عملي او صحي في الفتره دي، بس نبقى حريصين ناخد بالنا من صحتنا وصحه اللي حوالينا. باكد تاني في موضوع الصحه وموضوع العمل، ونحذر المؤامرات والحساد والمفاجآت، بلاش مواجهات. المشتري متراجع في الحوت. بصوا خلينا نقول ان الدنيا مش وحشة، الدنيا لا فيها فرص للسفر، فيها فرص للاتصالات المفاجئة، فيها فرص للقاءات المفاجئة، فيها فرص للاخبار الايجابية، بس ما نعتمدش على الحظوظ. لازم نكون عاملين اللي علينا، احنا اللي ندور على الفرص ونلاقيها ونستغلها. هنستناها تجيلنا، خلينا مستنيين، هتزعل وتجيب ناس تزعل. فما نعتمدش على الحظوظ، نعتمد على إرادة ربنا وتعبنا ومجهودنا التزامنا في أي أمر في حياتنا، نبادر وندور، الفرصة موجودة. زحل بقى في حركة أمامية في برج الدلو، فالنحوس المالية ممكن تقل حبتين. النحوس مش الضغوط، لا في ضغوط مالية بس الدنيا مش منحوسة، فتقدروا تحلوا مشكلة مالية، تكسبوا مكسب مالي أو دعم مالي مفاجئ من أب من أم من أخ من أخت من زوج من بنك من قرض من جمعية من أي حاجة. اللي عنده قضية أو أمر حكومي أو قانوني أو قضائي، الفرص موجودة والطاقة والقدرة وإن شاء الله الحظوظ تبقى موجودة، بس ما نعتمدش عليها، نعتمد على مجهودنا على التزامنا وإرادة ربنا قبل أي حاجة، وأكيد ربنا يكرمنا. يبقى هنا في فرص للدعم المالي، لحل الخلافات المالية، لاسترداد فلوس أو سداد فلوس، بس نتعب ونركز، ما نعتمدش على الحظوظ. والطاقة الجنسية والفرص الجنسية للأزواج حلوة. هنا خلينا نقول أورانوس في برج الثور، فتقلب لسه في العلاقات الاجتماعية، نخسر أصدقاء ونكسب أصدقاء، ناس نعتمد عليها والناس تخذلنا، هتفضل رايحة جاية. كده تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي بقى ونقول كل يوم من أيام الأسبوع بالتفصيل يا سرطان يا جميل، ونبدأ بالاثنين والتلات والأربعة للساعة 4، يعني 7 8 9 نوفمبر. القمر في الثور بيتكم ال11، مناسبات خروجات اجتماعات لقاءات مكالمات واتسابات ايميلات فيسبوكات حركات تواصل اجتماعي نشاط اجتماعي، حد يطلب منكم مساعدة انتوا تطلبوا مساعدة، تبقوا في وسط اللي حواليكم متحدثين، استفيدوا من اليومين دول من الآخرين. هنقول الأربع بعد الساعة 4 ومعنا الخميس والجمعة 9 10 11 نوفمبر. القمر في الجوزاء، يومين ونص مالهمش 60 لازمة، بايخين رخمين عدوهم زقوهم. القمر في الجوزاء بيتكم ال12، متاعب مصاعب أسرار أعداء كسل إهمال، بلاش نعتمد على الحظوظ، بلاش قرارات أو بدايات أو خطوات، استخبوا في اليومين دول. ومن يوم السبت والحد لغاية يوم الاثنين الساعة 3 عكس الخميس والجمعة تماما، يوم 12 و13 و14. القمر في السرطان، يا سلام يا سلام، في بيتكم في مملكتكم وفي بيته هو كمان، قدرات إمكانيات خطوات بدايات تحركات، ثقة في النفس تهدوا جبال. اليومين بتوعكم استغلوهم على قد ما تقدروا. ويوم الاثنين بعد الساعة 3 القمر في الأسد، يبقى شوية التزامات ومشاوير واتصالات كتير وضغوطات، بس تطلعوا منها برضو بإيجابيات وحلويات، وبأمر الله الأسبوع يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الأسد وجمال وحلاوة برج الأسد سيمبا ملك الغابة، أحلى مسا عليكم يا أسود. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني، من يوم 7 ل 14، وبأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف. خلي بالكم انتوا في مرحلة الاستعداد مش الانطلاقة لسه، الانطلاقة قربت بس اهدوا على نفسكم، هانت. المهم الأسبوع دوت تستعدوا تجهزوا، تبدأوا ترتبوا أوراقكم، تبدأوا تعوضوا اللي فاتكم، اعملوا بلان لحياتكم. طبعا مهم جدا يا اسود تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر، ايوه لازم. في الاول هنقول كل جزئيه اخبارها ايه خلال الاسبوع في حياتكم، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته وسلطاته وبابا غنوجات، وان شاء الله ما حد حوش. بس ما تنسوش بقى اللايك والشير والحركات، ظبطوني والكومنتات. نبدا باول اهم جزئيه عندنا، لازم تستفيدوا منها، لازم تركزوا فيها، تطلعوا
منها بأي مصلحة، وهي الأمور العائلية، لأنها مقسومة حتتين ما بين إن الشمس في برج العقرب في بيتكم الرابع، بيت العيلة والمنزل، فممكن تكون ضغطة عليكم شويتين، عاملة مشاكل عائلية، طوارئ عائلية، خلافات منزلية، حوارات، تأجيلات، عزال، انتقال، مصاريف، التزامات، عيال، مش عارف ايه. كل الضغوطات ديت هي اللي مأثرة عليكم وعلى نفسيتكم، هي اللي مأثرة على أوضاعكم. بس نقول الحمد لله بقى وجود الزهرة في العقرب وعطارد في العقرب يديكوا الفرصة في بيتكم الرابع لتحسين الأوضاع العائلية، لتفهيم وجهات النظر. ايه تفهيم وجهات النظر دي؟ انكم تقربوا وجهات النظر، يعني تقرب وجهة نظر حضرتك او حضرتك مع افراد عيلتكم، فتبقى الدنيا اسهل. يعني يحصل خلاف، يحصل مشكلة، بس فرص حل الخلاف موجودة، فرص التفاهم موجودة. وممكن يحصل لا قدر الله طارئ عائلي او امر عائلي مفاجئ يلخبط اوضاعكم، تقدروا تسيطروا عليه، تتحملوا مسؤولياتكم، تقدروا تتحركوا، ما غير بقى ان في فرص لحمل وانجاب وزواج وحركات وشوية حلويات. ما هي مش كلها ضغوطات، لا 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 لا، زي ما في فرص ايجابية وفرص معنوية وفرص تحسين اوضاع عائلية وزوجية ومنزلية، برضو نحذر من الخلافات. بس ورد يبقى في زيارات، مناسبات، مقابلات، لقاءات، اجتماعات عائلية، تواصل عائلي، وفرصة للازواج الحلوين اتبسطوا حبتين، وفي فرصة على فكرة لرجوع المنفصلين. طب ده ينقلنا على الحتة العاطفية اللي ممكن تبقى نايمة حبتين لغاية آخر الأسبوع، وبعد كده تبدأ التحركات والفرص العاطفية تظهر أكتر شوية. نقول بقى المريخ في برج الجوزاء وهو متراجع، فاحذروا من الانعزال، احذروا من الخلافات مع الأصدقاء أو القرايب أو الزملاء أو الناس اللي في دايرتكم. دايما حاولوا تحافظوا على علاقاتكم، وارد تحتاجوا حد في مصلحة، في عمل، في واسطة، في أي أمر محتاجينه ويخذلكم إلى حد ما تتسرعوش بقى في رد فعلكم، افهموا المبررات الأول، ما تدوش ثقتكم للي حواليكم بسهولة، ما تتسرعوش في قرار يخص طرف تاني في حياتكم، خليكم هاديين، ابعدوا عن التسرع، لأن ده اللي ممكن فعلا يعمل لكم مشاكل أو يخليكم تخسروا حد في دايرتكم. نقول بقى ان عندنا زحل في حركة امامية في برج الدلو، يعني فرص للازواج، لتحسين العلاقة الزوجية، للتفاهم ما بين الازواج، لتحسين الاوضاع اللي داخل على الزواج، تبقى الدنيا اسهل واظرف، حتى لو في مشاكل او تعطيلات بس الدنيا تبدأ تتحرك والنحوسات تقل. يبقى اي حاجة لها علاقة بزواج او زواج او ازواج او منفصلين الفرصة حلوة، واي حاجة فيها طرفين اطلعوا منها مستفيدين. نفس الكلام مع شريك العمل او المال، فرص لشراكة جديدة او تحسين شراكة حالية. طبعا المشتري في برج الحوت متراجع، فما نعتمدش على الحظوظ في الامور المالية او الامور الحكومية او القانونية والقضائية. فرص ان تيجي فلوس كده من السما دعم من غير اي مبرر ضعيفة حبتين، فما نعتمدش على الحظوظ. عايزين نكسب فلوس، ندور ونسعى ونشقى، نحاول نحافظ على اموالنا، ندخل في شراكات مالية، نطالب بحقوقنا، نسدد اللي علينا. غير كده الفلوس غيرت النفوس، وخلوا بالكم. وبرضه ركزوا في الامور القانونية والحكومية والقضائية. اورانوس في برج الثور، فسمعتكم ووضعكم ومركزكم متقلب، حبة فوق انتوا احسن حد وحبة تحت ويتحط عليكم. ركزوا في تصرفاتكم وابعدوا عن الشبهات وامشوا على النظام والتعليمات. والعمل والصحة بأمر الله فيهم فرص إيجابية ومية مية. كده تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي بقى لكل يوم من أيام الأسبوع بالتفصيل، يا أسد يا جميل انت يا جميل. ونبدأ على طول كده بيوم الاثنين والثلاث والاربع لغاية الساعة 4 العصر بتوقيت مصر. هنا يوم 7 و8 و9 نوفمبر القمر في الثور، السمعة، المكانة، وضعكم العملي، وضعكم الاجتماعي، نظرة الآخرين ليكم. فرص اللي بيدور على عمل، بيغير عمل، بيثبت نفسه في عمل، اللي عنده امتحان، اختبار، لقاء، مقابلة، أي أمر حساس، بشرط الاستعداد. هنعتمد كده إن هي تبقى ماشية زي ما تمشي، هنزعل ونجيب ناس تزعل. لا 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 لا، نركز في كل التفاصيل يا جميل، وقادرين إن انتوا تستفيدوا خلال الأسبوع من تحسين النظرة الإيجابية ليكم. بس احذروا الشبهات. الأربع بعد الساعة 4، ومعنا الخميس والجمعة 9 10 11 نوفمبر القمر في الجوزاء، بيتكم ال11، العلاقات، الأصدقاء، الزملاء. هنا بقى عايزين مساعدة اطلبوها، طلب منكم مساعدة قدموها، تواصلوا، شاركوا في مناسبات، في مقابلات، في خروجات، واتسابات، ايميلات، فيسبوكات، حركات. خليكم متفاعلين أكتر من المعتاد ونشطين اجتماعيا، فترة للعلاقات وتطلعوا منها بمميزات. السبت والحد والاثنين لغاية الساعة 3 العصر
العصر، يعني 12 13 14 نوفمبر للساعة 3. القمر في السرطان، أرخم يومين في الشهر. بتكم ال 12 بيت المتاعب، المصاعب، الأسرار، الأعداء، الكسل، الإهمال. يبقى ناخد بالنا من عملنا، من صحتنا وصحة اللي حوالينا. في نفس الوقت ما نعتمدش على الحظوظ، ما نبدأش حاجة جديدة. استخبوا في اليومين دول. ومن أول يوم الاثنين بعد الساعة 3 القمر هيبقى عندكم في برج الأسد، عكس السبت والحد تماما. انطلاقة بقى وثقة في النفس من النص التاني ليوم الاثنين 14 نوفمبر. وبأمر الله تنهوا الأسبوع بشكل سعيد، ومن عمو جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج العذراء، وجمال وحلاوة وطعامة برج العذراء ملوك الذكاء. بص يا عذراء يا جميل يا ملك التفاصيل، هقول لك توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف، في فرص موجودة، الفرص ممكنة والأماني ممكنة. وهنا بقى انتوا شطارتكم وحلاوتكم وجمالكم عشان تعوضوا اللي فاتكم. خليني بس أقول لكم إن مهم ولازم ولابد تشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته وسلطاته وبابا غنوجاته. ما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنتات والحركات، ظبطوني. نبدأ على طول ونقول أهم جزئية استغلوها يا ولاد ويا بنات. وجود الشمس والزهرة وعطارد التلاتة في برج العقرب، حبيبكم ابن عمكم، برج مائي وانتوا برج ترابي، والتراب والمية بيعملوا طين وعجين، حاجة كده تحالف واندماج. وده بيتكم التالت، قدرات وإمكانيات ملهاش حل خلال الأسبوع. استغلوها، كاريزما موجودة، ملفتين للأنظار، ونار يا حبيبي نار. بكلامكم، بأسلوبكم، بطريقتكم في التعامل، قادرين تبرروا تصرفاتكم، قادرين تقنعوا اللي قدامكم باللي انتوا عايزينه، وكله بالاتفاق، مفيش خناق. في نفس الوقت قادرين تنافسوا، قادرين تواجهوا، قادرين تناقشوا. إخوة، جيران، زملاء، أصدقاء، مديرين، مدرسين، أيا كان مين. حتى في الأمور العاطفية، في الأمور العائلية، بالرغم إن ممكن تبقوا مهملين فيها شوية، مشغولين بأمور تانية، بس عارفين تهندلوا، عارفين تظبطوا، عارفين تثبتوا اللي قدامكم بكلمتين عشان يستحملكوا يا حلوين. وهنا شطارتكم هتبدأ، هتظهر بشكل كبير يا خطير. استغلوها، الله يكرمكم، فرصة لغاية عندكم. في ضغوط وفي مشكلات وفي مسؤوليات وحوارات، بس خلال الأسبوع عندكم القدرة والإمكانية تعدوها. في نفس الوقت وارد خلال الأسبوع يبقى فيه اتصالات كتير ورصيد بيطير، وارد يبقى فيه مشاوير. خلي بالكم العربية من سواقتكم ليها، ما تستعجلوش واحذروا المخالفات. في نفس الوقت خلوا بالكم الصيانات والإصلاحات، الله يكرمكم، ما تبوظوش حاجة، مش وقت تضيعوا وقتكم وفلوسكم في حاجة بوظتوها ولا باظت منكم. فخلوكوا حريصين، بس قدراتكم ملهاش حل، سرعة بديهة حكاية. هنقول بقى ان عندنا المريخ متراجع في الجوزاء، وده بقى اللي ممكن يبوظ كل الكلام الحلو اللي قلناه. لان الجوزاء بيتكم العاشر، السمعة والمكانة، وضعكم العملي، وضعكم الاجتماعي، نظرة الاخرين ليكم. فتراجع المريخ ممكن يخليكم متسرعين في قرارات، متسرعين في حوارات، فيدخلكم في شبهات. وانا مش عايز كده، عايزكم تمشوا على النظام والتعليمات، عايزكم تثبتوا قدراتكم وامكانياتكم، بس هتتعبوا عشان تعملوا كده، عشان تتفوقوا، عشان تنجحوا، عشان توصلوا لحاجة انتوا عايزينها، تترقوا، تثبتوا نفسكم في عملكم، تغيروا عملكم، تدوروا على عمل. محتاجين تتعبوا، مش محتاجين تسرع في اي قرار عشان ما تزعلوش وتدخلوا في اي حوار. زحل بقى في برج الدلو في حركة امامية، يبقى النحوس والضغوط في العمل وفي الصحة تبدأ تخف شوية، تبدأ فرص عملية تظهر، الدنيا تمشي تتحرك، يبقى في امل، في انفراجات، تقدروا تاخدوا خطوات سواء في عمل او دراسة او اي مسؤولية، او حتى في الامور الصحية. الدنيا افضل واظرف، بس برضو تستنوا الفرص تيجي لغاية عندكم، هتزعلوا، هتتحركوا وتروحوا وتيجوا وتعملوا اللي عليكم، اكيد ربنا هيكرمكم. الامور العاطفية برغم اهمالكم ليها، بس لسه فيها فرص ايجابية، استغلوها، سواء اعزب او مرتبط او ايا كان. انما الازواج الحلوين، المشتري متراجع في برج الحوت، فما نعتمدش على الحظوظ، نعتمد على مجهودنا، نعتمد ان احنا نحسن علاقاتنا بحبيبنا، بازواجنا، حتى بشركاء العمل والمال. خاف بس على العلاقات الضعيفة سواء أزواج أو شركاء، لأن ممكن تتعرض لبعض المواقف البايخة. ما نعتمدش على الحظوظ، نركز إن احنا نحافظ على مستوى العلاقة واستقرارها. إنما هندخل في حوارات وعند وجدالات هنزعل ونجيب ناس تزعل.
كده تقريبا اورانوس في برج الثور في بيتكم التاسع، وارد يبقى سفر مفاجئ، مشوار مفاجئ، اتصال مفاجئ، بس بامر الله يكون ايجابي يريحكم يطمنكم، او وارد مقابله مفاجاه، يعني تقلبات بتحصل كده ومفاجآت، بس بامر الله يبقى فيها بعض الايجابيات. تلاقوا الدنيا ضلمت وبقت رخمه، بعدين يحصل انفراجه. الامور الماليه بامر الله مستقره، زي ما بتصرف زي ما بتيجي فلوس، زي ما في فرص لحل المشاكل الماليه في فرص لحدوث مشاكل ماليه. فالدنيا رايحه جايه، وانتوا شطارتكم نبعد عن التبذير ونحوش كتير، والقرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. نيجي بقى نقول بقى كده، قلنا تقريبا كل جزئيه، نيجي لكل يوم من ايام الاسبوع بالتفصيل يا عذراء يا جميل، ونبدا بالاثنين والثلاث والاربع للساعه 4، يعني 7 8 9 نوفمبر القمر في الثور، بدايه حلوه والنبي. الثور برج ترابي زيكم، يعني الدنيا في صفكم، يوم بيتكم التاسع، وارد يبقى عندكم قدرات وامكانيات حلوه، وارد تتواصلوا مع الاخرين بشكل افضل، عندكم قدره تصلحوا نفسكم، تراجعوا اخطائكم، تراجعوا قراراتكم، فتقدروا تعوضوا اللي فاتكم، وفرص لامور دينيه وروحانيه تحسن النفسيه. قادرين تبقوا مميزين، قادرين تبادروا وتستغلوا الفرص. استفيدوا بقى من اليومين دول، بالذات يوم الثلاث 8 نوفمبر هيبقى بدر الثور، يعني القمر بدر في برج الثور، فله شمعه منوره قمر 14. الاربع بعد الساعه 4، ومعنا الخميس والجمعه 9 10 11 نوفمبر القمر في الجوزاء. هنا محتاجين نركز في اي حاجه تخص سمعتنا، مكانتنا، النظره الايجابيه لينا، بيتنا العاشر، يعني المهم تحافظوا على اوضاعكم، نظره زملائكم، مديرينكم، اهلكم، حبايبكم، ما تعملوش تصرفات تقعوا من نظرهم. هنيجي للسبت والحد والاثنين للساعه 3 12 و13 و14 نوفمبر القمر في السرطان، بيتكم ال11، تحالف، تعاون، تطلبوا مساعده تلاقوها، يطلب منكم مساعده تقدموها، مناسبات، زيارات، مقابلات، فيسبوكات، واتسابات، ايميلات، تواصل ونشاط اجتماعي اكتر من المعتاد. العلاقات هتبقى كلمه السر في اليومين ونص دول، استغلوها واستفيدوا منها، لان من يوم الاثنين بعد الساعه 3 اللي هو يوم 14 القمر هيبقى في الاسد، فين؟ في بيتكم ال12، بيت المتاعب والمصاعب، يعني خدوا قراراتكم، ظبطوا حياتكم سبت حد لغايه يوم الاثنين الساعه 3، وبعد كده ربنا يعينكم، هنبقى نجيلها في الاسبوع اللي جاي. المهم انهوا الاسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر استفيد، والله اعلم. حبيبي وعزيزي برج الميزان، حبايب قلب عم جوهر من زمان، ونقول يا حلوين توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني، من يوم 7 ليوم 14. بأمر الله يبقى اسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم، في الفرص موجودة حواليكم، بس انتوا شطارتكم تستغلوها وتدوروا عليها وتلاقوها، هتفضلوا مستنيينها هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم. المهم عشان محدش يزعل من التاني، شوفوا بقى الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هنقول كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، فتبقى الصوره معاكم كامله ومية مية، وابقى عملت اللي عليا، فاضل دوركم تكتبوا لي بقى في الكومنتات وشير ولايك وحركات، ظبطوني. نبدا على طول يا حلوين، ونقول انه اسبوع مالي بامتياز. الشمس في العقرب، الزهره في العقرب، عطارد في العقرب، ليله كبيره سعادتك بتحصل في برج العقرب، في بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري. فهنا نقول ان الشمس على قد ما طبعا كل ده بامر ربنا، على قد ما الشمس بتدي طاقه وقدره ماليه وفرص ماليه، على قد ما بيبقى فيه ضغوط ماليه، في نوع من التبذير، وده مش وقت تبذير يا ميزان يا خطير. حوش كتير، القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود، وارد يبقى فيه فرص لا قدر الله السرقه، النصب، الغش، الاستغلال، فخلوا بالكم عشان تبقوا عالي العال، حافظوا على اموالكم، وارد يبقى فيه ضغوط ومصاريف والتزامات، كل ده الحاجات البايخه. من الناحيه التانيه في ايه بقى؟ في ان الزهره في العقرب، يعني فرص ماليه، مكسب مالي، ما انت لسه قايل يا عم جوهر في ضغوط ماليه وقرف مالي، ما هي دي الفكره. الدنيا رايحه جايه في الاسبوع ده، ما بين مصاريف والتزامات وخوازيق، ما بين مكسب، ظروف ماليه افضل، فرص ماليه افضل، حل المشاكل ماليه، يعني تظهر المشكله بعدين تحلوها، تلاقوا مكسب مالي بعدين تضيعوا الفلوس اللي خدتوها، وهكذا. بس عطارد يديكوا القدره على التنظيم المالي، التواصل المالي، الاتفاق المالي، النقاش المالي، فتقدروا تبقوا حريصين وواعيين وناصحين، تعرفوا تفاوضوا، تعرفوا تشتروا، تعرفوا تبيعوا، تعرفوا تكسبوا فلوس، تستردوا فلوس. الفرص موجودة، بس خدوا بالكم الفلوس غيرت النفوس. يبقى الأمور المالية فيها فرص كبيرة، فيها قدرات خطيرة، بس نحذر برضو من الضغوطات اللي ممكن تظهر لنا، الخوازيق اللي ممكن نلاقيها.
هنقول بقى ان عندنا المريخ في برج الجوزاء وهنا متراجع، فهنا وارد يبقى في تأجيل لحاجة مستنيينها، سفر، مشوار، حاجة جديدة بتعملوها، خطوة عايزين تاخدوها، يحصل نوع من التأجيل، وكل تأخيرة وفيها خيرة. ده بالعكس الفترة دي مش عايزكم متسرعين أبدا في أي قرار أو أي حوار، حتى ما تبقوش متسرعين وانتوا بتسوقوا عربياتكم وانتوا بتعدوا الشارع، خليكوا دايما واخدين بالكم. تراجع المريخ بيبقى رخم حبتين، هنا نبقى حريصين، نبقى هاديين، بلاش تقلبات مزاجية، بلاش قرارات متسرعة، بالعكس نقعد نفكر شوية ونرجع قراراتنا القديمة، ندور على أخطائنا فيها ونعالجها. يبقى التسرع أكبر أعدائنا، ولو حاجة اتأخرت في حياتنا ما نستعجلش في رد فعلنا، نصبر وبأمر الله ربنا هيكرم. العاطفة بقى والقلوب الكتير والحاجات اللي بتطير، زحل الحمد لله في حركة أمامية في برج الدلو، برضه برج هوائي زيكم، يبقى إن شاء الله مفيش نحوس عاطفية، بالعكس فرص لارتباط، لإعجاب، لانجذاب، لحل خلافات، لرجوع منفصلين، لجنس بين الأزواج الحلوين، برغم الضغوط والمشاكل اللي حواليكوا، بس في فرص ترفيهية، فرص للاستمتاع بأوقاتنا مع نفسنا أو مع حد قريب في حياتنا. الحب الحتة الشمال، الأب والأم، الأبناء، الإخوة، الأصدقاء القريبين، كله شغال. العمل والصحة، المشتري متراجع في الحوت، فناخد بالنا ما نعتمدش على الحظوظ في أي مسؤولية سواء دراسية أو عملية أو مهنية أو مالية، دايما نبقى مركزين نعمل اللي علينا، وطبعا كله بإرادة ربنا، إنما ما نعتمدش على الحظوظ أبدا في العمل ولا في الصحة، الجزئيتين دول ناخد بالنا منهم بزيادة. الأمور العائلية متقلبة بس فيها تغيير إيجابي بأمر الله. الأمور اللي بينكم انتوا وأطراف تانية خصوصا في الجنس أو المال أو الأمور القانونية والحكومية والقضائية متقلبة بشدة جدا، لقاءات جنسية بعدين انقطاع، طبعا بتكلم على الأزواج، أمر حكومي ومشكلة حكومية بعدين تتحل، أمر مالي وخلاف مالي وخناقة بعدين تتحل، أو مكسب مالي بشكل مفاجئ، دعم مالي بشكل مفاجئ، تكسبوا حاجة قانونية أو حكومية أو قضائية بشكل مفاجئ، وممكن علاقة جنسية بين الأزواج بشكل مفاجئ. كده تقريبا قلنا كل جزئية، نيجي بقى لكل يوم من الأيام بالتفصيل، يا ميزان يا جميل، ونقول الاثنين والتلات والأربع لغاية الساعة 4 العصر بتوقيت مصر، يعني 7 8 9 نوفمبر لغاية الساعة 4 القمر في الثور بتكون الثامن. نقدر نركز في التفاصيل، نكتشف أسرار، أخبار تساعدنا ناخد القرار، نهتم بأمر قانوني أو حكومي أو قضائي، نهتم بأمر مالي مع طرف تاني، نسترد فلوس، نسدد فلوس، نقدر إن احنا يجيلنا دعم من أب، من أم، من أخ، من أخت، من زوج، من زوجة، من بنك، من قرض، من جمعية. فرصة للطاقة الجنسية، يومين حلوين بس مضغوطين حبتين، الأربع بعد الساعة 4 ومعنا الخميس والجمعة 9 و10 و11 نوفمبر. القمر في الجوزاء بتكون التاسع، سفر، مشاوير، قدرات، إمكانيات، تبادروا، تتحركوا، تاخدوا قرار، تنهوا حوار، تفهموا نفسكم، تقدروا تحددوا أهدافكم، تقدروا تعالجوا أخطائكم. من أجمل الأيام ما فيهاش كلام، يومين ونص حلوين. هنيجي للسبت والحد والاثنين لغاية الساعة 3، يعني 12 و13 و14 نوفمبر. القمر في السرطان، هنا نركز في التصرفات، ده بتكون العاشر، السمعة والمكانة ووضعنا العملي ووضعنا الاجتماعي، نظرة الآخرين لينا، نركز ونخلي راسنا في وسط عينينا. ايه راسنا في وسط عينينا دي؟ نخلي عينينا في وسط راسنا، نبعد عن الشبهات ونمشي على النظام والتعليمات، ونحذر مخالفات العربيات، بقت مولعة نار يا حبيبي نار. وعايزكم ملفتين للأنظار بلبسكم وشياكتكم وكلامكم وأسلوبكم. من الاثنين من بعد الساعة 3 في يوم 14 نوفمبر القمر في الأسد بتكون ال11، زيارات، مقابلات، خروجات، تجمعات، محادثات، مكالمات، واتسابات، ايميلات، فيسبوكات، تواصل مع الآخرين بشكل أكتر من المعتاد، وبأمر الله تلاقوا مساعدات، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج العقرب وجمال وحلاوة برج العقرب، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر تشرين الثاني، من يوم 7 ليوم 14، وبأمر الله يبقى أسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم. ما تنسوش الفترة دي فترتكم يا حلاوتكم يا جمالكم، برغم الضغوطات اللي عليكم في حياتكم، بس الفرص موجودة والأماني ممكنة، وبأمر الله تستفيدوا
وتبقوا مية مية. بس انتوا ركزوا معايا شوية، عشان كده لازم تشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. أيوة لازم. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه، بعدين هقول لكم كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته. كده أنا عملت اللي عليا ومية مية. فاضل انتوا بقى اللايك والشير والكومنتات والحركات، ظبطوني. نبدأ بقى على طول ونقول في ليلة كبيرة بتحصل عندك في العقرب أو النبي. ما هو الشمس والزهرة وعطارد التلاتة فين؟ التلاتة عندكم في بيتكم الأول. ما هي فترة أعياد ميلادكم كل سنة وانتوا طيبين. فخلينا نقول يا حلوين الفترة فترتكم انطلاقات، بدايات، تحركات، انتقالات، مكالمات، مقابلات، خروجات، اعتراف، تعارف، ارتباط، حل مشكلات، رجوع منفصلين، خطوات عملية شخصية دراسية عائلية. هتقولي مفيش أي حاجة من دي حصلت يا عم جوهر، لأن الأحداث دي ما بتحصلش غير طبعا بإرادة ربنا قبل أي حاجة. تاني حاجة مجهودكم والتزامكم وخطواتكم، انتوا اللي تاخدوا القرار، انتوا اللي تتحركوا، انتوا اللي تبدأوا ترجعوا ثقتكم في نفسكم، تبدأوا تظهروا بشكل مختلف. الفترة ديت الشمس تديكوا الطاقة والقدرة والإمكانية والتحركات الإيجابية. حتى لو في ضغوط في حياتكم قادرين تواجهوها، قادرين تحلوها، وفي ضغوط هتقابلوها مش هضحك عليكم، بس قادرين عليها لو التزمتم، لو سعيتم، لو تعبتم. استنيتوا الفرص تيجي تخبط على بابكم والنبي لا تزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم. طب وجود الزهرة عندكم يعني فرص في الحب والمال والجمال، فرص في الشخصية، فرص في النفسية، فرص في الأمور الصحية، بس لو انتوا ناصحين وتستغلوها شوية. طب عطارد بيعمل ايه عندكم؟ القدرة على التنظيم، القدرة على الاتفاق، القدرة على التواصل، القدرة على النقاش، سرعة البديهة، القدرة على الاتصال بمحيطكم، التواصل سواء إيجابي أو سلبي بس قادرين تتكلموا تتفاعلوا. عندكم كاريزما، شخصية والجراءة حلوة ما فيهاش كلام، بس نسيطر عليها ونلاقي كل حاجة بقت تمام التمام. وانتوا شطارتكم بس، والنبي الفترة بتاعتكم ما تضيعوهاش من ايديكم وحياتكم. والنبي شاعر. طب نقول بقى ان المريخ كوكبكم الحاكم متراجع في برج الجوزاء في بيتكم الثامن، يعني تراجع في اكتر من جزئية للأسف. ممكن برغم ان في طاقة جنسية بس يحصل تراجع في الفرص الجنسية. ما تاخدوش بقى خطوات متسرعة تلبسكوا في حيطة، ركزوا معايا. والازواج بس هم اللي يركزوا في الحتة دي. نيجي لحتة تانية، الامور القانونية الحكومية القضائية والامور المالية اللي بينكم انتوا واطراف تانية محتاجة تركيز من حديد، انتباه وريد الارم. هنا خلينا نقول ان في فرص دعم مالي ومكسب مالي، بس ممكن يحصل خلافات مالية بشكل كبير مع اطراف تانية سواء عائلي، شخصي، عملي، في الشارع. خلوا بالكم الفلوس غيرت النفوس. بلاش تسرع في شراكات مالية، بلاش تسرع في قرارات مالية مش محسوبة، بالاخص لو في طرف تاني معاكم. استردوا حقوقكم، طالبوا بيها، سددوا اللي عليكم. الضغوط المالية ممكن تزيد شويتين، تعمل خلافات حبتين، فمحتاجين تبقوا مستخبين شوية في الحتة دي، حريصين اكتر في الجزئية دي. المشتري بقى في برج الحوت متراجع، الامور العاطفيه بخير ومستقره او فيها فرص بس ما فيهاش حظوظ كبيره. يبقى ما نعتمدش على الحظوظ، برضه نعتمد على اراده ربنا ومجهودنا والتزامنا. المرتبط يحاول يحسن علاقته ويحافظ عليها. الاعزب بيدور يعبر عن مشاعره، يحسن اوضاعه العاطفيه. الازواج الحلوين محتاجين يبقوا مركزين لان في تقلبات حاده. اورانوس في برج الثور بيعمل تقلبات، حبه فوق وحبه تحت، حبه تصالح وحبه خناق، وحبة الدنيا جميلة وفل شمعة منورة، وحبة نكد وحاجات ملهاش لازمة. التقلبات مستمرة. الأمور العائلية بأمر الله أفضل شوية، فرص عائلية، تفاهم عائلي، حل خلاف عائلي، عزال، انتقال، أمور تخص البيت أو المنزل أو العيال بأمر الله تبقى برغم الضغوط المنزلية والمصاريف والالتزامات بس قادرين تغطوها، قادرين توفروها، وبأمر الله هتعدوها. خلينا نقول بقى ان وجود بلوتو في برج الجدي يعني ممكن مشوار مفاجئ او خطوه مفاجاه او مكالمه مفاجاه تغير حياتكم بشكل كبير. كده تقريبا قلنا كل جزئيه في حياتك يا عقرب يا جميل، ونيجي لكل يوم من ايام الاسبوع بالتفصيل. ونبدا بالاثنين والثلاث والاربعاء لغايه الساعه 4، 7 و8 و9 نوفمبر القمر في الثور، بيتكم السابع، التحالف والتعاون والشراكه والازواج. وهنا العقارب الازواج مقسومين اتنين، ازواج او شركاء عمل ومال علاقتهم قوية ومتينة 100 100 وهيستفيدوا من اليومين دول.
تعامل، أزواج أو شركاء عمل ومال علاقتهم ضعيفة، أحداث سخيفة ومخيفة، خلوا بالكم مش عايزين خناق ووجع دماغ. هنا احذروا لو علاقتكم أصلا فيها مشاكل تظهر تاني. بس اليوم مناسب للتحالف والتعاون مع أطراف تانية، وأي حاجة فيها طرفين استفيدوا منها يا حلوين. والأزواج فاهمين. الأربع بعد الساعة 4، ومعانا الخميس والجمعة يعني 9 و10 و11 نوفمبر القمر في الجوزاء في بيتكم الثامن. فرص لاسترداد فلوس، لسداد فلوس، لنقاش مالي، لشراكة مالية، لطاقة جنسية، للاهتمام بالأمور الحكومية أو القضائية أو اللي ليها علاقة بأمور شهر عقاري، سجل مدني، مرور، قضية، محكمة. الأمور الحكومية قادرين تنجزوها برغم الضغوط اللي عاملاها عليكم، بس ركزوا في الفلوس اللي بينكم انتوا وأطراف تانية. هنيجي السبت والحد والاثنين للساعة 3 يعني 12 و13 و14 نوفمبر القمر في السرطان. يا سلام يا سلام، بيتكم التاسع، ردود إيجابية، اتصالات إيجابية، خطوات إيجابية، تحركات ومشاوير، تعاون أو تواصل مع الناس من بلدكم أو بره بلدكم وعايشين بره أو ناس أجانب. المهم ليكم فرصة كبيرة للتميز، إن انتوا تاخدوا قرار، تبدأوا بداية، تفهموا نفسكم، تصلحوا نفسكم، تحددوا قرارات جديدة بأمر الله تكون مفيدة، خصوصا هتحتاجوها من يوم الاثنين بعد الساعة 3 مع دخول القمر لبرج الأسد. وهنا يبقى نتكلم فيه في الأسبوع اللي جاي، وبأمر الله الأسبوع يكون سعيد ومن عمه جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج القوس، وجمال وحلاوة وطيبة قلب وحنية برج القوس الطيبين اللي من قلبي قريبين، ولاد الناس الكويسين. يا قوسيين يا حلوين، أقول لكم توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني، من يوم 7 ليوم 14. ومعلش أنا عارف إن الضغوط عليكم زايدة حبتين، المشاكل محوطاكوا شويتين، حبة في العمل، حبة في الصحة، حبة في المال، حبة في العيال، حبة في المنزل، حبة مش عارف ايه، عمالة تتشقلب وتشقلبكم معاها. فترة وهتعدي، والاسبوع ده هنقدر نعديه، والبعد كده لينا كلام تاني، ولسه الاماني ممكنة وكل حاجة ممكنة. اصبروا بس على رزقكم. خليني بس اكد عليكم، مهم جدا تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هنقول لكم كل جزئية في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هنقول كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، فتبقى الصورة معاكم كاملة ومية مية. كده انا عملت اللي عليا، فاضل دوركم بقى اللايك والشير والكومنتات والحركات. ظبطوني، ده انا حبيبكم. نبدأ على طول ونقول اول واهم جزئية لازم تستغلوها، لازم تستفيدوا منها، تطلعوا منها بأي مصلحة، وهي ان زحل بقى في حركة امامية في برج الدلو. يعني هنا القدرة على النقاش، على الاقناع، على التواصل. وارد تلاقوا الاسبوع زحمة حبتين ما بين مكالمات واتصالات وتفاهمات ومفاوضات ومناقشات عائلية، شخصية، مهنية، دراسية، عملية، مالية. ايا كان نوع المناقشه او نوع التفاوض او نوع الحوار اللي انتوا فيه، كل واحد حسب حياته، بس قدراتكم موجوده. او النبي سرعه بديهه، قدره على الاقناع، قدره على التواصل، قدره على الاتصال بالاخرين، واتسابات، ايميلات، تليفونات، حركات. عندك قدره على تنظيم الاوقات، بس المهم نحذر الكسل والاهمال، هنجيله بعد شويه. مهم قوي الجزئيه دي. وارد تبقى الدنيا اسرع، الركود يقل، التاجيلات تخف. في ضغوطات، بس استغلوا القدرات. مهم جدا ان النحوس تقل شويه. المهم تاخدوا انتوا بقى خطوه ايجابيه، ما تعيشوش في الاوهام، ما تعيشوش في المشاكل، ما تعيشوش بطاقه سلبيه حتى لو هي محوطاكم. انا عارف الفتره دي بايخه شويه، بسبب ايه؟ بسبب ان الشمس في العقرب، في بيتكم ال 12، بيت المتاعب والمصاعب والاسرار والاعداء والكسل والاهمال. فاحيانا تلاقوا نفسكم ملكوش نفس تعملوا حاجه، شعور فراغ عاطفي، شعور بفراغ نفسي، شعور حتى لو الدنيا طبيعيه بس تحسوا ان انتوا النفسيه مش متظبطه، في حاجه غلط. ايه هي؟ حد لعب في السيستم، في الاعدادات، ما تعرفوش في ايه. فمعلش هو كل ده بسبب الشمس، لخبطه بتحصل لكم، اعداء بيظهروا لكم، خلافات، مواجهات، كسل، اهمال، مشاكل عمليه، مشاكل صحيه بتاثر على الامور العاطفيه، الامور العائليه، فتلاقوا الدنيا كلها اتلخبطت. بس نقول الحمد لله، الزهره في العقرب، عطارد في العقرب، يعني في قدره على التنظيم، قدره على الاقل تقللوا الضغوطات الشمس شويتين، امتى تبعدوا عن المواجهه وامتى تواجهوا. يفضل الفتره دي ما ناخدش قرارات، ما نبداش بدايات، ما نعتمدش على الحظوظ ابدا، نعتمد على اراده ربنا وتعبنا ومجهودنا، ونستغل اي فرصه، اي فسوه، اي حاجه حتى لو صغيره نستغلها لمصلحتنا. انتوا محتاجين طاقه ايجابيه، مهم جدا انت وهو وهي.
ما ننساش ان عندنا كمان اورانوس في برج الثور، فالامور العمليه والصحيه عماله حبه فوق وحبه تحت، حبه ضغوطات وحبه انفراجات، فهتفضل اللخبطه دي موجوده لغايه لما انتوا تركزوا، لغايه لما تبعدوا عن الكسل والاهمال هتبقوا على العال. وبخصوص المال عندنا سبين بلوتو في برج الجدي، وارد يحصل لكم تغيير مالي، مكسب مالي او دعم مالي او حل المشكله مفاجاه بشكل رهيب لامور ماليه ضغط عليكم او خايفين منها، بس تلاقوها انفرجت مره واحده عملت لكم تغيير. المشتري متراجع في الحوت، فالامور العائليه والمنزليه محتاجه تركيز شويه، ما نعتمدش برضه على الحظوظ، نركز نتحمل مسؤولياتنا، نبعد عن الخلافات العائليه او المنزليه مهما الضغوط زادت علينا شويه. وللاسف المريخ متراجع في الجوزاء، فبرضه بيضغط على العلاقه الزوجيه، على العلاقه الشراكه، على التحالف مع الاخرين، على التعاون مع الاخرين. ما تتسرعوش في اي قرار سواء بارتباط او انفصال، ما تتسرعوش في اي قرار بتحالف او شراكه جديده او بفضها، لا 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 لا، هنا عايزين نبقى هاديين في قراراتنا مش متسرعين. برغم ده كله بس لسه الفرص موجوده والقدرات موجوده في الامور الماليه، في الاخبار الايجابيه، برغم الضغوطات اللي حواليكم، بس بامر الله هتعدي وهتبقى مية مية. بس انتوا ساعدوا نفسكم شويه. كده تقريبا قلنا كل جزئيه، نيجي لكل يوم من الايام بالتفصيل يا قوسي يا جميل، ونبدا بالاثنين والثلاث والاربع لغايه الساعه 4 7 و8 و9 نوفمبر. القمر في الثور في بيتكم السادس، يومين ونص فيهم التزامات، مسؤوليات، انشغالات. هنا محتاجين نركز مع صحتنا، نركز مع الضغوط ما تقلبش، يعني نستغل، مش عارف اجيبها لكم ازاي، يعني كتر الضغوطات بتعمل لكم ارهاق واجهاد، فهنا محتاجين ترتاحوا، سواء راحه جسديه راحه نفسيه. المهم ما تضغطوش على نفسكم، خلوكم حريصين، ما تاخروش على مواعيدكم، رتبوا التزاماتكم واولوياتكم عشان تعوضوا اللي فاتكم. بس يومين مضغوطين. هنيجي للاربع بعد الساعه 4 ومعنا الخميس والجمعه 9 و10 و11 نوفمبر. القمر في برج الجوزاء في بيتكم السابع، وهنا التحالف والتعاون والشراكه واي حاجه فيها طرفين تطلعوا منها مستفيدين. نبعد عن العند والجدال خصوصا في العلاقة الزوجية او مع الشركاء، لو اصلا في مشاكل. لو العلاقة قوية لا ده حلو مية مية، بس يومين مناسبين للزواج او العلاقة اللي تؤدي لزواج او خطوة في اتجاه شراكة جديدة. السبت والحد والاثنين 12 و13 و14 نوفمبر، تقريبا يوم الاثنين للساعة 3 بالظبط. القمر في السرطان في بيتكم الثامن، طاقة جنسية، قدرة ان انتوا تكتشفوا اسرار واخبار تساعدكم في القرار، قادرين تستردوا فلوس او تسددوا فلوس، قادرين تدخلوا نقاشات ماليه او شراكه ماليه، قادرين تحسوا ببعض الايجابيه في الامور الماليه. بس برضه وارد يحصل خلاف بسبب الفلوس، وارد يبقى في مشكله تستردوا اموال ليكم، في مشكله حد يطالب بفلوس عليكم، فخلوكوا حريصين واستغلوا وقتكم بشكل مميز. ونيجي يوم الاثنين بعد الساعه 3، هنا القمر في برج الاسد وضرب نار للصباح الباكر، برج ناري زيه زيكم، وتبدا الانفراجات بامر الله من يوم الاثنين من بعد الساعه 3. وبأمر الله الأسبوع يكون سعيد، ومن عمو جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الجدي قائد المرحلة الجميل ملك التفاصيل، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين يلي من قلبي قريبين وانتوا عارفين. بص بقى يا سيدي انت وهو وهي، هنقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني سويت نوفمبر الجميل، من يوم 7 ليوم 14. أسبوع مهم ما فيهاش كلام، أسبوع فيه أحداث، فيه اندماجات، فيه تواصل، فيه مناقشات، فيه قعدات، فيه حوارات، فيه مساعدات، في تحركات، في مكالمات، في كل حاجة وأمور مالية وحاجة جميلة. بس برضو في ضغوطات والتزامات، لازم الفترة ديت نستعد نخلص الأمور المهمة، نثبت مكانتنا، نحل مشاكلنا، لأن في الفترة اللي بعد اللي جاية هيبقى فيها ضغوطات لمدة شهر كده بايخ، وبعد كده انطلاقة حقيقية. مش عايز أشغل دماغكم، المهم ركزوا في الأسبوع ده واعملوا اللي عليكم وخلاص، والفرصة موجودة. أهم حاجة تعملوها دلوقتي تشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر، أيوة لازم. ما هو في الأول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه، بعدين اقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ايه. لا اصحوا للكلام، ويا سلام يا سلام بقى لما تكتبوا لي كومنت ولايك وشير وحركات ظبطوني. المهم نبدا على طول ونقول طبعا القوه والقدره والامكانيه والحظوظ بامر الله جايه من ناحيه العقرب. ما هو الشمس والزهره وعطارد الثلاثه في برج العقرب، برج مائي وانتوا برج ترابي، وميه وتراب طين وعجين، تخالف واندماج حاجه حلوه موت. وهنا ده بيتكم الحضاره
11 طاقة في العلاقات الاجتماعية، قدرة على النقاش، قدرة على الكلام، على التحدث، قادرين تتكلموا والكل يركز معاكم، عندكم حضور، عندكم قدرة على التواصل، مفيش انعزال، تقعدوا مع هنا ومع ده ومع دي وتتكلموا وتتواصلوا، فيسبوك، واتساب، ايميلات، حركات، تواصل اكتر من المعتاد، مع قرايب، مع زملاء، مع حبايب، مع مديرين، مع اصدقاء، ايا كان. عايزكم في وسط مجموعة تكسبوا ثقة الاخرين، تقدروا تعتمدوا على بعض الاشخاص الفترة ديت، فترة مساعدات، عايزين مساعدة اطلبوها، عايزين طب حد طلب منكم مساعدة طبعا قدموها، فترة شاركوا فيها في اي حاجة، ما ترفضوش دعوة، ما تفوتوش اي فرصة لاي امر ايجابي تقدروا تعملوه بالمساعدة او بالاعتماد على الطرف تاني، اي حاجة فيها طرفين لازم منها تبقوا مستفيدين، وشاركوا، ما شوفش جدي لوحده اللي هلمحه ومرجحه. يبقى دي اهم جزئية عندنا في الاسبوع ده، العلاقات. كلمة سر ما فيهاش كلام. خدوا بالكم، انا عارف ان المريخ متراجع في الحمل، فممكن تلاقوا في تراجع نسبي او اهمال او كسل، او بعض الامور اللي في العمل او الدراسة او المسؤوليات مش ظابطة، الضغوطات بتزيد، بتتسرعوا في قرارات ترجعوا تندموا عليها، تقولوا يا ريتنا ما قلنا، يا ريتنا ما عملنا، بقيت تقول يا ريت كتير يا جدي، وده مش عادتك. فحاولوا الفترة دي تركزوا قبل ما تقرروا، نفكر الاول بعدين نقرر. حاولوا تحافظوا على اعمالكم، احذروا الكسل والاهمال والانعزال، احذروا برضو ان انتوا تتاخروا على مواعيدكم، ركزوا في مسؤولياتكم سواء الصحيه او العمليه، مهم جدا، وما تتسرعوش في اي قرار. عندنا زحل بقى في حركه اماميه في برج الدلو، وده يخف النحوس الماليه برغم الضغوطات والمشكلات والحوارات اللي حواليكم، بس بامر الله ربنا بيفرجها، تلاقوا التزامات ومصاريف والدنيا غاليه نار، بعدين ربنا حلها من عنده، دعم مالي، مكسب مالي، تحلوا مشكله ماليه، النحوس الماليه المفروض تبقى اقل. انتوا وشطارتكم بقى الفتره دي تتعبوا وتبذلوا مجهود وتركزوا وتبعدوا عن التبذير، اسمعوا مني، حوشوا كتير، وبامر الله ربنا يتلاقوا الفرص الماليه عماله بتزيد حسب مجهودكم، وبربنا يكرمكم. المشتري بقى متراجع في برج الحوت، فما نعتمدش على الحظوظ في اي مشوار، يعني عندنا ميعاد، عندنا لقاء، ما ناجلوش، ما نطنشوش، ما نكنسلوش عشان ممكن نرجع نزعل عليه، لا نروح نتواصل، ندخل المناقشات والمواجهات والمنافسات بحساب، لازم تبقى على استعداد، ما تعتمدوش على الحظوظ ابدا. بعدين من يوم 24 نبدا نعتمد على الحظوظ، انما الفتره دي لا 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 لا، نعتمد على اراده ربنا ومجهودنا والتزامنا وتركيزنا. احذروا الصيانات والاصلاحات المفاجئه. طبعا عندنا اورانوس في برج الثور، فالامور العاطفيه متقلبه، حبه فوق وحبه تحت، حبه الدنيا فله شمعه منوره وحبه الدنيا بايظه خالص، لازلتوا في حاله التقلب العاطفي. الامور العائليه بامر الله مستقره، وممكن تلاقوا فيها بعض الايجابيات، اتفاقات، تواصل، حل خلافات، حاجه جميله كده ممتازه. كده تقريبا قلنا كل جزئية في حياتك يا برج الجدي. نيجي بقى ونقول كل يوم من أيام الأسبوع بالتفصيل، يا جميل أنت يا جميل. ونبدأ على طول ونقول عندنا يوم الاثنين والثلاث والأربع لغاية الساعة 5 العصر بتوقيت مصر، هنا يوم 7 و8 و9 نوفمبر القمر في برج الثور، برج ترابي زيه زيكم، يعني حلاوتكم يا جمالكم في بيتكم الخامس. يومين عاطفيين، جنس بين الأزواج، فرص لارتباط، لتعارف، لتعبير عن مشاعر، لحب، الغرام، فرص عاطفية ومشاعر وأحاسيس كتير وحاجات بتطير، مع الأب والأم، مع الإخوة، مع الأبناء، مع الحب الحتة الشمال، مع أي حد. يومين ظراف لطاف خفاف، ممكن يبقى فيهم بعض الأخبار الإيجابية، استفيدوا منها شوية. يوم الأربع بعد الساعة 4 ومعنا الخميس والجمعة، يعني 9 10 11 نوفمبر القمر في الجوزاء. يومين 3 عمليين بامتياز، لقاءات، اجتماعات، دراسة، عمل، مسؤوليات، التزامات، تتأخروش على ميعاد أبدا، رتبوا أولوياتكم، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم، وارد الوقت ما يسعفكوش ويبقى ضيق حبتين، شوفوا مقاس أوسع. لا ده أنا بقلش، لا فعلا حافظوا واعرفوا قيمة الوقت، في نفس الوقت يا حلوين ما تنسوش راحتكم وخدوا بالكم من صحتكم. السبت والحد والاثنين لغاية الساعة 3، يعني 12 13 14 نوفمبر القمر في السرطان في بيتكم السابع، بعض الضغوطات الزوجية للعلاقات الضعيفة
ضعيفة، حتى مع شريك العمل والمال لو العلاقة ضعيفة في مشاكل ممكن تظهر. العلاقات القوية متينة ومية مية وتعدي، بس يومين للتخالف للتعاون، وأي حاجة فيها طرفين تطلعوا منها مستفيدين، والأزواج الحلوين فاهمين. ومن يوم الاثنين بعد الساعة 3 القمر يروح برج الأسد بيتكم الثامن، مكسب مالي أو دعم مالي أو استرداد فلوس أو سداد فلوس أو نقاش مالي أو تخلصوا من أمر حكومي أو قانوني أو قضائي، وطاقة جنسية عالية ومية مية، وبأمر ده تنهوا الأسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الدلو وجمال برج الدلو، اهلا بيكم واحلى مسا على عيونكم الحلوين، ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات اسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني. يا رب يبقى اسبوع ظريف ولطيف وخفيف عليكم. في ضغط عليكم الفترة اللي فاتت وانا حاسس بيكم، في التزامات، في مسؤوليات، في مواقف بايخة بتتحطوا فيها، وقت لازم تاخدوا قرار، وقت محتارين فيه، بس برضو عندكم الفرص حواليكم وهتعرفوها. بس المهم الشاطر فيكم اللي يستغلها، اللي يعرف يوصل لها، انما اللي هيفضل مستني الفرص تجيله لغايه عنده، والنبي لا يزعل ويجيب ناس تزعل. طب عشان انا ما ازعلش برضه لازم تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر. في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه خلال الاسبوع، بعدين هنقول كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، فيبقى كده الصوره كامله معاكم مية مية. استفيدوا بقى واستغلوها. طبعا مهم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ولايك وشير وحركات ظبطوني. نبدا باول جزئيه وهي اللي هماني، ان زحل بدأ يبقى في حركة أمامية عندكم، فالمفروض النحوس تخف حبتين، الضغوط تقل شويتين، حتى لو في التزامات ومسؤوليات، بس تقدروا بقى هنا تواجهوها، تقدروا تنتصروا عليها، ثقتكم في نفسكم تبقى موجودة، قدراتكم وإمكانياتكم، كاريزمتكم، لبسكم، شياكتكم، لبسكم، طريقة كلامكم، تبقوا مميزين، تقدروا تاني تسيطروا على أوضاعكم، تبطلوا تحبطوا وتبطلوا تبصوا على الأمور السلبية اللي في حياتكم، وتبدأوا تركزوا مع الإيجابيات فتعوضوا اللي فات. وأنا مش عايز منكم أكتر من كده. يبقى الفترة اللي جاية مهما واجهنا من مشاكل من أمور، نعرف إن بأمر الله يا أمور ربنا في ظهركم، ربنا معاكم، وإن شاء الله تلاقوا الدعم اللي يزقكم لقدام. بس تواجهوا، بس تنتصروا، بس تحاربوا، إنما ما تستسلموش. ما تستسلمش يا دلو أنت وهو وهي. اسمعوا الكلام وهتبقى بأمر الله مية مية. عندنا طبعا الشمس والزهرة وعطارد بيلعبوا ماتش كورة فين؟ في برج العقرب، في بيتكم العاشر، بيت السمعة، بيت المكانة. ليه بنقول ماتش كورة بقى؟ لا خد عندك، الشمس ضغط عليكم في سمعتكم، في مكانتكم، في وضعكم، تلاقوا مواقف بتحصل لكم، ضغوطات محوطاكم، التزامات، مسؤوليات، اللي بيدور على عمل، اللي بيغير عمل، اللي بيثبت نفسه في عمل، اللي عنده امتحان، اختبار، اجتماع، مقابلة، لقاء، امر مهم، امر حساس. هنا الضغوطات زايدة شويتين والمواقف بقت صعبة. هنا خلوا بالكم من تصرفاتكم، احذروا الشبهات، امشوا على النظام والتعليمات، وهنا الدنيا تبقى مية مية وحلويات. والحمد لله ان الزهرة موجود في العقرب وعطارد، فيدوكوا القدرة على التنظيم، القدرة ان انتوا تلفتوا الانظار، ان انتوا تقدروا تدخلوا في اي حوار، تواجهوا المشكلات اللي الشمس بتظهرها لكم، المواقف الصعبة في العيلة، في المنزل، في العمل، في الشارع، في الدراسة، الضغوطات والمواقف الرخمة اللي بتحصل لكم. عندكم فرصة كبيرة تنتصروا عليها وتواجهوها، بس بشرط الاستعداد. طبعا المريخ متراجع في الجوزاء، وهنا ده بيتكم الخامس العاطفة، فالأمور العاطفية ممكن تلاقوها ملخبطة. احذروا التسرع في القرارات سواء بارتباط أو بانفصال، ابعدوا عن المواجهات والعند والجدالات. الفترة ديت عايزة حوار مش عايزة تقلبات. الأمور العاطفية الفترة دي محتاجة هدوء، محتاجة تفكير، محتاجة تركيز، محتاجة حتى الأعزب محتاج إن هو مشاعره يتحكم فيها، إنه يعبر عنها في وقتها، في وقت سليم، ما يتسرعش. حتى المرتبط او المنفصل او الحبيبة او ايا كان، الفترة المشاعر دي ملخبطة شويتين، فلازم تبقوا حريصين. عندنا المشتري متراجع في الحوت في بيتكم التاني، فمش عايزكم تعتمدوا على الظروف او على الحظوظ في الامور المالية. لا 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 لا، لغاية يوم 24 تركزوا في الامور المالية، تعملوا اللي عليكم كله بإرادة ربنا طبعا، بس محتاجين تركزوا، تبعدوا عن التبذير، تحوشوا كتير، تحذروا الغش والنصب والسرقة والاستغلال، بلاش ثقة
الثقة في الآخرين بسهولة. خلي بالكوا تراجع المشتري، فالحظوظ ضعيفة في الأمور المالية، فمحتاجين تبذلوا مجهود أكتر شوية. هتواجهوا ضغوط، هتواجهوا التزامات، هتواجهوا مصروفات محتاجة تركيز عشان تعرفوا تعدوها. ما تعتمدوش على الحظوظ، مفيش حاجة هتتحل لوحدها. أورانوس في برج الثور، فالأمور العائلية بأمر الله بخير، وممكن يبقى في مفاجآت عائلية إيجابية تريحكم وتطمن النفسية. وبرضه ممكن في الأمور المنزلية تلاقوا مفاجآت ظريفة. ابعدوا بس عن القلق بسبب الفلوس، الله يكرمكم. تقريبا كده قلنا كل جزئية خلال الأسبوع. نيجي بقى لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا جميل انت يا جميل. ونبدأ على طول ونقول معنا الاثنين والثلاث والاربع لغاية الساعة 4 العصر بتوقيت مصر، يعني 7 و8 و9 نوفمبر. القمر في برج الثور في بيتكم الرابع، العيلة والمنزل. هنا يومين عائليين منزليين، ما بين اللي هيقضي اليوم في البيت، اللي هيقضيه مع العيلة، اللي هيقضيه انشغالات عائلية، اللي عنده التزامات أو مسؤوليات عملية أو مهنية أو دراسية، أو حتى بره في الشارع يلاقي مكالمات عائلية، تفكير في أمور لها علاقة بالمنزل، لا قدر الله طارئ عائلي. احذروا بس الخلافات العائلية، ركزوا فيها الله يكرمكم. مش عايزين خناقات، مش عايزين حوارات، هنا عايزين هدوء، ما نفرضش رأينا، ناخد وندي ونتحمل مسؤولياتنا، نقدم الدعم، ما نبخلش على عائلتنا أبدا، ولا بعاطفة ولا بنصايح ولا بحب ولا بأي حاجة. هنيجي للأربع بعد الساعة 4، ومعنا الخميس والجمعة 9 و10 و11 نوفمبر. القمر في الجوزاء. يا سلام يا سلام، بيتكم الخامس يخلى الكلام، عاطفة بقى وقلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، أحاسيس، جنس بين الأزواج، استمتاع، ترفيه، خروج، فسح، قعدة، سهرة. يومين ونص استفيدوا منهم، حتى لو في ضغوط ومسؤوليات تخلصوها وترتاحوا وتفكوا، تعيشوا حبة لنفسكم. يومين مناسبين وانتوا وشطارتكم. هنيجي السبت والحد والاثنين 12 و13 و14 نوفمبر لغاية الساعة 3 العصر. القمر في السرطان، بيتكم السادس. يومين فيهم مسؤوليات، فيهم التزامات، فيهم انشغالات، وارد كمان إرهاق وإجهاد. محتاجين ترتبوا أولوياتكم، تنظموا أوقاتكم، ما تتأخروش عن مواعيدكم، وتاخدوا بالكم من صحتكم. بس يومين ونص مضغوطين حبتين. من يوم الاثنين من بعد الساعة 3 القمر هيروح على برج الأسد، بيتكم السابع. التحالف والتعاون والشراكة والأزواج. والأزواج هتبقى حكايتهم حكاية في الأسبوع اللي جاي، نبقى نجيلها بعد كده. المهم يا رب الأسبوع يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم. حبيبي وعزيزي برج الحوت اللي بحبه موت، اهلا بيكم واحلى مسا على عيونكم الحلوين. ونقول توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني من شهر نوفمبر تشرين التاني. يا رب يبقى اسبوع ظريف ولطيف عليكم كده وخفيف. وانا شايف والنبي في بعض الاحداث الايجابيه، مضغوطين شويه في امور ضغط عليكم، امور تعباكم، امور قرفاكم، ما خلينا نجيلها بعد شويه. بس اوفر لا، ده في فرص موجوده، ده في حلويات كتير وحاجات بتطير، بس هتيجي للكل ابدا. ابسولوتلي نو نو نو، لا لا لا. هنا اللي هيدور على الفرص، اللي هيسعى، اللي هيعمل اللي عليه ربنا يكرمه. اللي هيفضل مستني الفرص تجيله ده هيزعل ويجيب ناس تزعل معاه. خلاص زمن المعجزات خلص. اتعبوا واشقوا وربنا كده يكرمكم. طب نبدأ بأول جزئية أو اللي قبل أول جزئية. كل واحد فيكم انت هو وهي يشوف الفيديو بتاعه للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه، بعدين هقول لكم كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصيحته وتحذيراته، تبقى الصورة كاملة معاكم. اكتبوا لي بقى لايك وشير وكومنتات وحركات وظبطوني. المهم نبدأ على طول ونقول طبعا الحلويات كلها إن الشمس والزهرة وعطارد التلاتة بيلعبوا ماتش كورة في برج العقرب، برج مائي زيه زيك، حليف ليكم داعم ليكم وبيتكم التاسع. لا ده في طاقة حتى لو انتم مش حاسين بيها، لا دوروا عليها. في طاقة موجودة، في قدرات، في حتة روحانية دينية تحسن النفسية، في تصالح مع النفس، مواجهة النفس بأخطائنا، نحدد قراراتنا، نبدأ بدايتنا، نتحرك، ندور على الفرص، نحاول نغير حياتنا، أفكارنا، نبدأ نبقى مميزين في كلامنا، في أسلوبنا، في طريقتنا، في أفعالنا. نبدأ حاجة جديدة تغير بيها وضعنا، وده مهم جدا. دي فترة بدايات بالنسبة لكم، تحركات، تغييرات ممكن تحصل لكم الفترة اللي جاية بناء على تحركاتكم الفترة دي، فتحركوا. وقت مناسب جدا ممكن يجي لكم اتصال مفاجئ او خبر او رد ايجابي او مفاجأة مش عاملين حسابكم عليها. ممكن يكون ليها علاقة بناس اجانب او ناس من بلدكم وعايشين بره او جهة بعيدة، وارد تروحوا مشاوير وبأمر الله تكون مفيدة. والمهم اي اتصال يجي لكم تردوا عليه، عندكم قدرة على الاستيعاب، عندكم قدرة على النقاش، اتميزوا.
عندنا برضو إن هنا نقول ان المشتري عندكم يا حوتيين بس متراجع، فما تعتمدوش على الحظوظ الفترة دي او الاسبوع ده، لا لا لا، اعتمدوا على ارادة ربنا ومجهودكم، بس ثقتكم في نفسكم المفروض ما تتهزش. المشتري متراجع ما بنعتمدش على الحظوظ، بس ما يمنعش ان نقدر نتحرك، نبدأ نروح، نبدأ نيجي، نواجه اي امر عاطفي عائلي عملي. عندنا القدرة، بالاخص ان زحل بدأ يبقى في حركة امامية، فالنحوس قلت شوية، الكسل والاهمال يبدأوا يبعدوا ويختفوا، الفرص ان انتوا تنتصروا على اعدائكم، على حسادكم، على اللي بيعملوا عليكم مؤامرات موجوده. دي فتره كمان انتصارات او النبي، اسمعوا مني، بس ركزوا، ابعدوا عن الكسل والاهمال، وبامر الله كل حاجه تبقى عال العال. ابعدوا عن الطاقه السلبيه. خلينا نقول بقى ان عندنا للاسف المريخ متراجع في الجوزاء، فده ممكن يعمل تراجع عائلي، تراجع منزلي، تسرع في قرارات عائليه او منزليه، فده يؤدي لخلافات او عند او جدالات او توترات. احذروا الطوارئ العائليه، احذروا المشاكل العائليه، حاولوا تخلوا الدنيا سموزي كده وسهله وبسيطه عليكم وعلى اللي حواليكم. بلاش نفرض راينا، بلاش نتمسك بيه، ما نبالغش في ردود افعالنا، نجنب شويه عواطفنا ونحكم عقولنا، هتلاقوا الدنيا مشيت. تقلبات مزاجكم هي اللي بتعمل لكم مشاكل في حياتكم. عندنا طبعا بلوتو في الجدي، يعني وارد يحصل تغير في العلاقات الاجتماعيه، بقرايب، باصدقاء، بزملاء، من حال لحال للافضل بامر الله. اورانوس في برج الثور لسه في مشاوير مفاجاه، اتصالات مفاجاه، مناقشات مفاجاه، منافسات مفاجاه، مواجهات مفاجاه، مفاجآت وتقلبات، بس بامر الله فيها ايجابيات. عندكم قدرات وامكانيات تساعدكم تهدوا اللي انتوا عايزينه وتعملوا اللي انتوا عايزينه. الامور العاطفيه نايمه حبتين، بس الفرص موجوده، الفرص موجوده للارتباط، للاعجاب، للانجذاب. بس ممكن مشكله الحوت الفتره دي كلكم تقريبا الفراغ العاطفي اللي انتوا حاسين بيه. هي فتره لخبطه نفسيه، ممكن بقى بتغير الفصول ما تعرفوش ايه سببها. المهم فتره وهتعدي، بس برضه في فرص عاطفيه موجوده، بامر الله تستفيدوا منها. الامور العمليه والصحيه فيها فرص، بس محتاجة تركيز، محتاجة استغلال، مش محتاجة كسل وإهمال، دول أكبر عدوين ليكم. بس ركزوا في عملكم، ركزوا في صحتكم، وبأمر الله يكون فيهم انفراجة، أو على الأقل ما يحصلش ضربات أو مشاكل. فنبص إيدينا وش وظهر ونقول الحمد لله. كده تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي بقى لكل يوم من أيام الأسبوع بالتفصيل، يا حوت يا جميل أنت يا جميل. ونبدأ بالاثنين والتلات والأربع لغاية الساعة 4، يعني 7 و8 و9 نوفمبر. القمر في برج الثور، برج ترابي وانتوا مائي، وميه وتراب يعملوا طين وعجين، يعني تحالف واندماج. وده بيتكم التالت، عندكم قدرات وامكانيات، قدره على الاقناع، على التفاهم، على التفاوض، على النقاش، على تبرير التصرفات، ان انتوا تقدروا تدافعوا عن موقفكم. هنا فرصه وجت لغايه عندكم. احذروا بس في اليومين دول الصيانات والاصلاحات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ. هنيجي للاربع بعد الساعه 4، ومعنا الخميس والجمعه 9 و10 و11 نوفمبر. القمر في الجوزاء، يعني بيتكم الرابع، العيلة والمنزل. يومين عائليين منزليين، يومين فيهم نقاشات عائلية، زيارات عائلية، مكالمات عائلية، خروجات، سهرات، الأزواج الحلوين بقى انتوا فاهمين. برضو يومين مناسبين للحمل والإنجاب، لأي أمر عائلي، بس احذروا الخلافات العائلية، الطوارئ العائلية أو المنزلية، مشتريات، إصلاحات، صيانات، أمور ممكن تعمل خلافات، خلوا بالكم، أو ضغوطات. السبت والحد والاثنين لغاية الساعة 3 القمر في السرطان، يا سلام يا سلام، برج مائي زيكم يخلق كلام. وبيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، أحاسيس، حب وغرام وعيون سهرانة ما بتنام، ارتباط، إعجاب، انجذاب، تعبير عن المشاعر، جنس بين الأزواج، كله شغال. يومين مناسبين لأي حاجة عاطفية. ممكن تبقى المشاعر جياشة شوية، بس يومين حلوين، اسمعوا مني. الاثنين من بعد الساعة 3 القمر هيروح على برج الأسد، فهيبقى فيه التزامات ومسؤوليات، وارد كمان يبقى فيه إرهاق وإجهاد. نبقى نجيلها في الأسبوع اللي جاي بأمر الله. المهم ننهي الأسبوع بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم.